عشان انا عودتكم ان انا بجيب لكم حاجات فرجه. النهارده هحكي لكم على حلقه في برنامج، بس هي اتحولت لدراما الدراما. ده بلايند ديت شو مع احمد وهاديه غالب. حلقه في برنامج بين واحد وواحده لمشروع جواز او خطوبه. حلقه هاديه غالب واحمد، اللي بالمناسبة احنا مش عارفين عنه اي حاجة غير ان هو عايش في امريكا، وعلى حسب ما احنا فهمنا ان هو غني وعنده شركات. خليني الفت نظركم ان هادية غالب ما حطيتش الفيديو بتاع الحلقة على السوشيال ميديا، واكتفت بس ان هي بعد لما صورت معاهم الحلقة هما اللي زعوها عندهم. الحلقة دي حصل عليها لوك كتير وكلام من هنا وكلام من هنا، وطبعا انتوا عارفين ان احنا ملوك الميمز، فعلى طول نزل ميم كان يوم اسود ما هاديه نزلت البلايند زفت ديت كفايه تحليل ابوس ايديكم. هعمل هايلايتس لحاجات انا شفتها في الحلقه بس مش عارفه هي حاجات صح او غلط. البدايه، هاديه حست ان هو خطف منها الحب. طب انتي ايه اللي خليكي تقرري مكانه ان هو السن ده مناسب ليه ولا لا؟ يمكن هو بيحب البنت تبقى اصغر، يمكن بيحب اكبر، يمكن بيحب سن تاني. انا عملت حاجات كتير قوي في حياتي يعني. ايه ده الحمد عملتي لله. ايه؟ لو قلت لك هتعرف انا مين. الجملة دي بصراحة كان فيها شوية غرور بالنسبة لي. أعتقد إن هي لو كانت قالت له أنا إنفلونسر أو فاشن آيكون أو عاملة براند مايوهات ما كانش هيعرفها، لأن هو أساساً على حسب كلامه ملوش في السوشيال ميديا. طول الحوار كنت حاسة إن هي عايزة تبهره، انت عارف ان انا في 2018 برافو عليك. سافرت يوروب ولاتين امريكا بس عشان هو ذكي وخبيث رحتي كولومبيا؟ كان كل ما بيحس إن هي بتحاول تعمل كده هو كان بيعلي عليها أكتر، لا كولومبيا ميديجين تحفه تجنن. وبالعكس كمان بيحاول إن هو يحبطها. كتير الحمد لله ايه يعني. كتير يعني؟ انت عايشه انا فين؟ عايشه في دبي. بحسها فيك شويه. هادية غالب او زي ما بتقول على نفسها كالم وينر اديته سكينة في قلبه، وواضح جدا ان هي عملتها بسذاجة مش بخبث زيه. لما سألته على موضوع الطول بتاعه هبقى اطول منك. الحاجات دي مش تفرق معايا خالص. بتفرق معايا انا. طيب ايه بقى؟ وهو حب ان هو يبرر وقال ان هما 174 سنتي بس حلوين يعني. يعني ايه حلوين؟ يعني متنقين حلو جدا. بس كان احساسي ان هو موضوع الطول ده حساس بالنسبة له، وان هو كان بيحاول يعمل نفسه كول. لما دخلوا في موضوع الريد فلاجز، هادية قالت اكتر جملة صح في الحلقة كلها. قالت له لو انت مش شايف ان انت عندك ريد فلاجز يبقى هو ده الريد فلاج. ولما اتكلم عن الريد فلاج بتاعه قال ان يمكن شكلي عبيط، بس انا مش عبيط قوي. لا على فكرة ده مش ريد فلاج خالص، زي ما يكون بيقول انا مشكلتي الوحيدة العطاء بلا حدود. بس هو بقى هو انا ما بشوفش الا ريد فلاجز، فنادرا يعني ما بيبقاش في ريد فلاج في البنات طب اللي قول. دول. بس من وجهة نظري ان هو كان خبيث جدا، وان هو كان بيقول لها كلام عكس التعبيرات بتاعت وشه تماما. في الحوار اللي حسيته ان هادية حاسة ان قوتها في شغلها وفي النجاح اللي حققته، انا جامده قوي في شغلي. وان هي من غيره ولا حاجة، لو بطلت شغل هيبطل يحبني. في حين ان كل النجاح اللي حققته ده هي حققته بشخصيتها. اكيد بعد كل اللي عملته لازم تبقى ذكية، بس احنا والله بجد البنات والستات بنستنى برضو الكلمة الحلوة نسمعها، انت ذكيه جدا. ربنا يخليك. يا وبتفرق معانا جدا. بانت جدا في حركة شعرها. ربنا يخليك. يا بس اموت واعرف ايه سر الانبهار بالشركات بتاعته. انا عندي حاجه يعني شركات عندها سوشيال ميديا. ما عنديش شركات. ما عنديش بيرسونال يعني. ولما قال يخوت يا خرابي، أزمة الثقة عند هادية وإن هي مش عارفة مين طمعان ومين مش طمعان. على فكرة فكرة الطمع نفسها هي مش فلوس بس، الطمع ممكن يبقى حاجات كتير قوي، ولكن هي لازم تشتغل على المشكلة دي عندها وتعالجها. انت عارف ان انا مش ما عنديش غلط. اصحاب خالص تقريبا. أعتقد إن ده بيرجع لنفس مشكلة الثقة. وعامة لو ما عندكيش صحاب وعندك مشكلة ونفسك تفضفضي مع حد، أنا موجودة ما يهمكيش. يعني إيه الحاجة دي بتفرق في إيه؟ أكيد طبعا واحد متجوز ومطلق 4 مرات لازم يبقى في حاجة غلط. يعني ده كفاية حتى إن هو يختار 4 مرات غلط، ده في حد ذاته غلط. حاسك يا متكهربه قوي يعني. طبعا مش محتاجة أقول إن أي واحد بيقول للواحدة مالك متكهربة كده ليه، ده قصده إن هو يستفزها، لأن هي حتى لو هي مش متكهربة فساعتها هي هتعمل ماس كهربائي. بس الكلام ده خلص مثلا من حوالي 5 سنين يعني. الارض بتتهز. الأرض بتتهز؟ لا عادي، ايه اللي بيحصل؟ مفيش أي حاجة، أنت طفشت البنت بس. انا توكسيسيتي متحركه. أرجوكي انا بحب التشالنجز وانت شكلك تشالنج. This is not a challenge. أرجوكي بلاش تقولي كده، وخليكي في التشالنجز بتاعت الشغل بتاعتك أحسن. حاول افكسه بقى. تفكسي حد ليه؟
هتتعبي نفسك على الفاضي وفي الاخر ممكن ما يتمرش فيه عادي. دافع عن نفسك. هي عايزاه ان هو يبرر الغلط بتاعه، احنا ليه البنات بنحب الباد بويز؟ وهو عشان خبيث هو فاهم كده انت عايزاني ادافع عن نفسي؟ بصراحه وبيغتت عليها برضه. طب بتحايل عليا. ما بتحايلش على حد. هنا بقى الراجل المتفتح اللي عايش في امريكا بيختفي، ظهر الراجل الشرقي الدكتاتوري. والله واتفضحت يا احمد. هموت من الضحك والله العظيم، انت مستفز جدا. ايوه صح، انا معاكي جدا. انا مستفز؟ ميرسي. يعني في مرحله في حياتك كده لسه شويه. مش قصدي استفزك والله خالص. يا كذاب. طب والله العظيم بجد انا كنت حباك، ايه السخافه دي؟ بس خبيث برضه. طب انا لسه حابك بس ممكن اشغلك بس اخرجش معاكي. جدا مستفز جدا وقاصد يستفزك. ايه ده بجد؟ مستفز جدا. وطبعا مش محتاجه اعمل لكم سبوت لايت ان البنات لما بتزعل بتعمل ايه. انا فعلا ما اعرفش انا عايزه ايه. انا عارف انا بس هتعرفي عشان انت قلبك حلو. طيب خلاص. طب قولي لي بما ان انت اندبندنت قوي بقى. طبعا انا مش هتكلم على البادي لانجوج عشان هي كانت واضحه جدا. والشتايم. You're such an idiot. He's an ick. عارف اغبى حد اللي فاكر نفسه عارف كل حاجه. والحيوانات كلها واخده مساحه كبيره في حياته. يا قردة يا قردة يا كلب يا حيوان. رأيي أنا شخصيا بمنتهى الصراحة إن هادية غالب شخصية طيبة جدا وساذجة جدا، وهي فرحانة جدا وفخورة بالحاجات اللي هي حققتها والنجاح اللي هي قدرت تعمله، لدرجة إن هي نسيت نفسها. واللي أنا أقصد بيه في إن هي نسيت نفسها، إن هي نسيت نفسها الحقيقية، نسيت إن هي بعيدا عن كل النجاحات دي إن هي شخصية حلوة ولذيذة وطيبة وغلبانة، وأكيد إن هي شاطرة وذكية عشان تقدر إن هي توصل وتحقق الحاجات دي كلها. علشان كده طول الوقت وهي بتتكلم على شغلها وحاجتها هي خايفة عليه جدا. بقى واحده حلوه كده سكسسفul، مع إن حاجتها دي هي حاجات بتاعتها بتملكها مش العكس، أو مش إن الحاجات دي بتضيف لها أو بتمثل حاجة لهادية، دي حاجتها. انت بقى ست بيت شاطره. اسمع يا سيدي، سمعني. هو بقى شخصية شرقية وعنده ازدواجية في المعايير. صح، ما هو قاعد فاضي مستنيكي تيجي من الشغل عشان يدلك لك رجليك. اعتقد ان هو مش بيحب يحس ان الست او البنت اللي عايشة معاه حاسة بنفسها او شايفة نفسها او ناجحة، لا هو دايما عايز يبقى هو الاعلى والمسيطر. اعتقد ان هو ممكن يكون برج الاسد، وهادية غالب ممكن تبقى برج العذراء. اللي يعرف هادية غالب برج ايه يا ريت يكتب لي في الكومنتس. يا جماعة بجد الطريقة اللي كانوا بيتخانقوا بيها طريقة 2 متجوزين عادية خالص طبيعية. انا حاسه ان انت جاي عارف انت هتقول ايه في الاخر. سيبني اخلص كلامي. يلا سيبني اخلص كلامي. سيبني اخلص كلامي. انا سبتك تتكلمي. استني بقى، حاجات بقى كبيش من مليون سنه. انت في ايه؟ هتقوم تضربني احسن. لا طبعا. انا مش فاهمه في ايه. لا طبعا. انت بتعرفي على الناس كلها اصلا. الناس انت بنت طفله لسه. إيه؟ لما تستاهليها هتلاقيها. لا انا استاهلها و100% استاهلها. كنت لقيتيها النهارده. يا حبيبي انت فاكر نفسك ايه؟ انا مش واثق فيكي خالص. في حد ذاته خلاني احس ان هم كابل عادي. جيت الشو ليه يا حبيبي وانت ما عندكش سوشيال يا بنتي انا جيت عشان اعرف بنات مصر بتديت ازاي اليومين دول. لول انت مغرور قوي يا لان لهوي. انت فاهم كل حاجه وعارف كل مش حاجة. فاهم بس عارف انا عايز ايه. عارف امتى قلت انا مش عارفه؟ طب انت قلتي نو في الاخر. وانت كمان قلت نو في الاخر. بصراحة رأيي في الآخر إن هما الاتنين لايقين على بعض. أنا عارفة هو رأي صادق ولازم يدوا نفسهم فرصة تانية. لو كنا ما جيناش حته المارج دي كنت قلت ياس فور شور. غالبا انا كمان. هو لذيذ ودمه خفيف انا اسمي هادي ايه ده اسم حلو. واللاست نيم بتاعي خطير، يعني انا هادي calm خطير. winner. لا يا شيخ. برغم الايشوز اللي عنده، وده عادي كلنا عندنا ريد فلاج، بس محتاج ان هو يقدر البنت او الست اللي معاه. وفي نفس الوقت هي طيبة جدا وساذجة وهو عاجبها، وده قالته اكتر من مرة. انت شكلك لذيذ كده على فكره. كل يا ورد. بروديوسرز خلي كل انا ورد محتاجه عندي. 100 ورده هنا. وباين برضه ان هي كانت عاجباه، بس هو راجل شرقي وعايز يعمل نفسه تقيل، وهو عشان ذكي وخبيث عارف كويس جدا ان الحكايه دي بتخلي البنات تدلق عليه اكتر. انا كنت حابك لحد ما انت You رحتي are قايله لي such ايه an idiot. ايه انت اموره جدا. خلي بالك هتتعوري بالراحه. اتنين مع بعض. وفي الاخر بقترح على احمد ان هو يعزمني انا وهاديه تمام. أيوة بس في مطعم من المطاعم بتوعه، وهنتكلم ونفتح المواضيع، ويا بخت من وفق راسين في الحلال، وامشي في جنازه ولا ما تمشيش في جوازه، وبس كده عشان تعبت. دي متقلقش. ولا